مساء الخير، اهلا بيكم. معاكم مهندس محمد فرج، تي اي او فيرست تيب. النهارده معانا مهندس بلال، تي او فيرست تيب برضه. اهلا بيك يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ اهلا وسهلا بك يا مهندس محمد. كله تمام؟ كله زي ان الفل. شاء الله النهارده هنعرف نفسنا انا والباشمهندس بلال، هنتكلم عن خبراتنا الاول، بعد كده هنبدا نتكلم عن شركتنا والخدمات اللي احنا بنقدمها في الشركه عندنا. تمام؟ انا خريج 22، بدات في الموقع من 2018. جميل. 2018 انا بدات اشتغلت في موقع مفتاح من البدايه. بعد كده اشتغلنا. كان المشروع عباره عن انشاءات طرق لاند سكيب، كل الكلام دوت. المشروع كله عباره عن لاند سكيب، هارد سكيب، طرق، انشاءات، جريدنج، كل الخدمات اللي احنا ممكن نشتغل عليها في الموقع بتاعنا. تمام. انا اشتغلت من 2018 لحد 2019 في الموقع، وبعد كده ابتديت اتخطط للمكتب الفني. اتعلمت فيها البرامج، نزلت في مشاريع مختلفه، من اول مثلا كومباوند وصال في مدينه الشروق هنا، كومباوند وصال. بعدين اشتغلنا في القطر السريع. ايه طبيعه الشغل يا باشمهندس محمد اللي انت اشتغلت فيها؟ اشتغلت في وادي النطرون، قطاع وادي النطرون كان معايا قطاع 15 كيلو، كنت مدير المكتب الفني هناك. تمام. وكان مدير المكتب مدير المكتب الفني هناك. جنرال بلان ده يعني بعد ما اتخرجت. يعني خرسانات وانفرا ولاندسكيب. القطر السريع بس، قطر السريع بس. الشوب دراينج بتاع القطر السريع، تمام. وحساب الكميات والشغل المستخلصات ده. تمام. مستخلصات. بالظبط كده. تمام. ده كان اول ما اتخرجت، بعديها ب3 شهور او 4 شهور كان ده اول مشروع اشتغلت فيه. طبعا لان انا متخصص في البرامج من 2019، فانا عندي خبره في البرامج من 2019، فانا فاهم شغل البرامج. لما كنت بقدم السي في فكان في مشكله بتقابلني، اللي هو هل انت ملم بالخبرات اللي انت كاتبها دي ولا لا؟ فلما عملنا اول انترفيو اتسالت في حاجات كتير، فاتفقنا ان انا مش همشي من الشركه غير لما اكون مدير المكتب الفني في الشركه نفسها. تمام. شركه ايه اللي حضرتك اشتغلت فيها؟ كانت شركه هليوبلس الدوليه، كان مقرها في العبور. بالظبط كده. ممتاز. دي كانت اول شركه اشتغلت فيها بعد التخرج. طيب ايه اللي خلى حضرتك تسيب القطاع الخاص او قطاع الشغل مع الغير وتفتح بيزنس لوحدك؟ اولا انا لما اشتغلت في 2018 اشتغلت في كذا حاجه، يعني انشاءات اشتغلت، طرق اشتغلت، انفرا اشتغلت، لاند سكيب اشتغلت، فبقيتش في حاجات كتير. خلاص انا بقيت ملم بده، اقدر اشتغل ده. بل واني ما كنتش بنزل اشتغل بنفسي في الموقع، لا ده انا كنت ببقى مشرف في الموقع نفسه، في ستاف معاك. بالظبط كده. يعني انا ببقى مشغل المتاهين اللي موجودين في الموقع بحكم خبرتي، لان انا بحب ان انا اخد الخطوه اللي بعد كده على طول. يعني لا اقدر افهم من حضرتك ان انت كنت شغال في الوقت بتاع الدراسه بتاعك، فانت اوريدي نزلت الموقع واكتشفت المشاكل فيه ايه، واكتشفت ايه اللي ناقصك كخبره وعوضتها بعد الدراسه. بالظبط كده. ما طبيعي احنا في الاول كل ما بنتعلم حاجه كل ما يبقى فيه زيها تاني انت ما اتعلمتهاش. صحيح. تمام. صحيح. ده كان بالنسبه للموقع بتاع وصال، كومباوند وصال. بعدين اشتغلنا كان في رفع كفاءه طريق امتداد رمسيس. تمام. نزلت فيه تدريب برضه، ده كان اثناء الدراسه. رفع الكفاءه بمعنى ان انت كانت توسعه الطريق نفسه، توسعه الطريق وتغيير بروفايلات بالظبط كده. بالظبط كده. واضافه خدمات طبعا جديده. انت بيبقى عندك توسعه الطريق بيبقى ماشي كده مستحيل، وانت ماشي قدام بيقابلك نفس المنسوب، لا بتلاقي فيه حارات، سوبر اليفيشن، بتلاقي فيه اسلوب جانبي او اسلوب بالظبط. كل دي حاجات بتتغير اثناء حسب المنطقه كمان اللي احنا موجودين فيها، حسب الكثافه اللي عليها. بالظبط كده. ده كان تدريب برضه اثناء الدراسه، ده من ضمن الحاجات اللي اشتغلت فيها بعد كومباوند وصال. تمام. اشتغلت بعد كده في مشاريع هنا في العاصمه، نزلت العاصمه الاداريه، اشتغلت في مشاريع كان تدريب، منها اللي كان تدريب، منها اللي كان انا شغال فيها تنفيذ. بالظبط كده. لكن بعد كده اكتشفت لا، ان هو انت في حلقه في حاجه ثانيه في المكتب الفني، اللي هو انا عندي فضول اعرف الشغل ده بيتم ازاي. يعني انا في بدايه شغل افتكر طب انا بعمل ايه؟ يعني انا بقى مثلا شغال رفع وتوقيع، طب انا برفع ايه وبوقع ايه؟ انا فاهم اللي بنرفعه، بس جيت ازاي الشغل ده؟ عملناش ازاي الشغل ده؟ ده كانت دايما عندي فضول ان انا اتعلمه. كنت في 2018 كنت جبت البرامج واشتغلت، بقيت اتعلم واحده واحده. من 2018 لحد النهارده 2025 احنا بنتكلم في 7 سنين خبره ما بين سايت وخبره ما بين مكتب فني وخبره ما بين بدات ستارتد من مساح صغير لحد ما وصلت ان انت بقيت مدير مكتب فني في اكبر الشركات اللي موجوده في المولى. بعد كده اكتشفت ان انا لما اكون مثلا شغال في نفس البوزيشن
ما بتعرضش لحاجات كتير، يعني مفيش حاجات كتيره، مفيش حاجات جديدة بتطرح بتضيف عليك لي. جديده. مفيش اضافه ليا. فانا ما قعدتش في الشركه اللي انا اشتغلت فيها دي اكتر من 2.5 شهر، بل وان انا مشيت وابتديت ان انا ابدا في التدريس بقى في الكورسات، ان انت تبدا فيرست ستيب بقى. بحكم كمان ان انا بعد ما ممتاز. اتخرجت اتعينت معيد في الجامعه. ممتاز. كنت معيد في الجامعه عندنا، وكنت محاضر جامعه ايه؟ جامعه الوفاق الدوليه، كنت معيد فيها. تمام. وكنت ماضي معاهم عقد برضه مدته سنه، والعقد ده خلاص كمان انتهى السنه دي. تمام. فدي برضه كانت بدايتي للتدريس. لان انا كنت شايف، حتى كنت بساعد زمايلي، يعني في ناس في الموقع كنت برضه عندي القابليه ان انا اقدر اعلم حد. فدي كانت نقطه مميزه بالنسبه لي انا شايفها فيا. تمام. ابتديت ان انا اشتغل عليها. بدات تكتشف نفسك. بالظبط كده، ابتديت ان انا اشتغل عليها، وبعدين ابتديت ان انا احضر المحتوى اللي هيتم تدريسه في الكورس. تمام. في البدايه خالص، يعني من حكم انا مثلا، مش هقول ان انا محترف، بس هقول من خبرتي المتواضعه، كنت مثلا بحط بلان انا شايفه اللي هو بالنسبه لي انا سهل جدا، بس بالنسبه لطالب اول مره يتعلم الحاجه دي ضغط رهيب عليه. فكنت بحاول اكثف اقلل المحتوى لحد ما اوصل لمستوى الطالب اللي محتاج يفهم الحاجه دي الاول قبل ما ينقل للمستويات الادفانسد قدام. تمام. تمام. لما اشتغلت معاهم كده، كان عندنا اول كورس بدات بيه كان كورس مكتب فني في هندسه المساحه. تمام. ده الكورس كان كورس كان مدته 8 محاضرات، وكان معايا مكتب فني طرق. فكنت بطور من الكورسات اثناء ما انا بقدم، وكمان بعد التقديم ممكن عدد المحاضرات يزيد يقل، وقت المحاضره يزيد يقل، حسب احنا بنشرح مشروع ايه. كذلك ركزت اكتر ان انا انقل خبرتي اللي انا اتعلمتها في المواقع وفي المكتب الفني، ان انا انقلها للطالب اللي بيتعلم. لذلك الطالب لما بيجي عندي بياخد مثلا كورس ايا كان الكورس اللي هو اشترك فيه، بيبقى واخد مشروع موجود في ارض الواقع، ما بيبداش اديله البيزك واسيبه، لا. مشروع معمول له كارتيرا ديزاين، يعني مطابق للمواصفات القياسيه العالميه. بالظبط كده، بالظبط كده. تريد لما بيجي يفلتر الداتا اللي فيه بيطلعها، يعني هو محسوب بالفعل. فرضا احنا شغالين في مشروع انشاءات، فبدرب الطالب امتى بيستلم المشروع، بيستلم ازاي المشروع من اول الترافيرس ويبدا يصحح الترافيرس لحد حصر الكميات. كمان حتى المشروع الختامي، المستخلص الختامي مثلا. بالظبط كده. بنتكلم في تفاصيل بقى كتير جوه، ازاي تطلع مناسيب، ازاي تطلع كوردينيت، ازاي بتطلع كوردينيت دي ازاي بكذا طريقه. يعني احنا ما عندناش طرق كتيره مختلفه. صحيح. انا ممكن اطلع عن طريق اعمل ليدر للوحه لو هو عدد نقط قليله، ده بالنسبه عايز اعمل فايل كبير بقى بالظبط. ده بالنسبه للاوتوكاد. تمام. كنت ببدا دايما بالطريقه الصعبه، الطريقه اللي دايما تقابلنا فيها مشكله، وبعدين نبدا نشتغل في البرامج التيبل بقى. في امر صغير ممكن يعمل لك حاجات كتير كنت بتعملها على الاوتوكاد. لازم. فلذلك يقول لي طب انا ليه ما اتعلمتش ده الاول؟ اقول له لو انت اتعلمت ده الاول مش هتفهم ان في مشاكل موجوده بالفعل. صحيح. لما تطلع وتشتغل واول ما تقابلك المشكله انا بروح اجي في بالك، انا ما علمتهالكش. لكن لما تطلع وهي اصلا تقابلك مشكله وانت تتعامل معاها بشكل لا ارادي، انت خلاص فاهمها. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه يا باشمهندس، اوتوكاد الكاد لما بدانا عليه من 2006 2007 من قبل ما نتخرج، ما كانتش لسه مرحله الاثبات دي ظهرت قوي. بالظبط. فكنا شغالين عليه ديفولت، انت بتاخد الامر ما بتعدلش عليه، فانت شغال عليه بمساوئه وبعيوبه او بمميزاته. فاوريدي انت اتعلمت الهارد سوفت وير بتاع الكاد، فلما جالك ليزب في 2010 و2011 كان اسهل عليك التطبيق. بالظبط كده. فاوريدي انت خلاص انت ممكن توصل لامر زي ديفايد. ده امر ديفايد كتير ما حدش يعرفه، محدش بيتعرض له. صحيح. انا ما تعرضتلوش الا لما وقعت في مشكله، لما احتاجته أيوة. في حاجه معينه انا محتاجه، سالت عليه، ناس كتير ما عرفتوش، قعدت اقلب لحد ما لقيت ديفايد دي اي، جربت لقيته هو ميجر، بس ديفايد بيقسم سيجمنت، ميجر بيقسم لينس. بالظبط كده. فهمتني؟ صحيح. فهي القصه احتياجك انت للمعلومه بيخبرك ان انت تتعلم اكتر. صحيح. اتفضل يا باشمهندس. انا لما كنت بتعلم البرامج دي، فكنت مثلا اسجل في كورسات اونلاين، اشترك في كورسات مسجله اشتريها واسمعها بعدين. يعني انا مشتري كورسات بمبالغ كبيره، ولحد النهارده انا هيجي لها لحظه وهستفاد منها. صحيح. كون ان انا مثلا محاضر في برنامج معين، ده ما يمنعش ان انا في حاجات ما اعرفهاش. صحيح. احنا دايما في ليفل، لو انا في ليفل مثلا 5،
انا متاكد ان في 6 انا ما اعرفوش، صح فبسعى ان انا اوصل له. صحيح. انما لو انا فضلت على نفس المستوى انا ما بنكمش. وهوصل لمرحله هكون تحت مش هكون فوق. بالظبط، طول ما انا واقف ما بتحركش انا كده بنكمش. صحيح. لما طول ما انا بضيف لنفسي جديد حتى لو امر بسيط، فكره بسيطه، انا كده بضمن لنفسي ان انا مستمر صحيح. وان انا شغال صح. المرونه في وجود المعلومه، او المرونه في ان انا اتعلم عشان اضيف للي عندي واضيف لخبرتي، ده في حد ذاته تطور. يعني احنا اثناء الكورسات عندنا بيكون معانا مثلا طلبه او متدربين، بلاش كلمه طلبه عشان في ناس اعمارهم كبيره معانا، بيكون مثلا من حكم خبرتهم ممكن اكبر مني، ولكن في حاجه قابلتهم ما قابلتنيش، تمام. يسالني ممكن انا اكون فاهمها وعارفها واجاوبه، ممكن لو انا مش عارف اجابتها في الوقت الحالي اقول له يا باشمهندس حضرتك ممكن تبعت لي تفاصيلها وانا هدور عليها وهشتغل وهبعت لك عليها المعلومه وهقول لك الشرح بتاعها يا اما في صحيح. محاضره مسجله يا اما مع بعض في محاضره ونشتغل مع بعض عليها. طيب فيرست ستيب من اول ما بدات في 2022 لدلوقتي ما شاء الله بتتكلم في 4 سنوات تقريبا، 4 سنوات، عدد المتدربين عندك من اول ما بدات لحد دلوقتي كام؟ لا، هي فيرست ستيب بدات في اواخر 2022. تمام. احنا دلوقتي بقى لنا 2 وشهور. تمام. عدد الطلبه اللي احنا دربناهم داخل مصر وخارج مصر في الوطن العربي وصل 300 طالب. معنى كده ان حضرتك بتشتغل اونلاين واوف لاين؟ طبعا يعني لو في حد لو انا في هنا مصر في القاهره ممكن جربت جنسيات غير عربيه؟ طبعا انا كان معايا مصرية؟ سوري لبناني، وعن شرط ممكن يكون السوري ممكن في دوله تانية، يعني هو متعلم بطريقه وشغال في دوله تانية بطريقه تانية مختلفه تماما صحيح. عن الطريقه اللي انا شغال بيها. صحيح. تمام. يعني مثلا مشروع من الحاجات الافكار اللي قابلتني كان في متدرب سوري ولكن مقيم في هولندا. ده دليل ان اشتغلنا مع بعض كورس طرق، فكنت انا شغال بالكيفيه بتاعتهم هم مش بتاعتنا احنا. صحيح. انا يا باشمهندس انا محتاج كذا كذا بمواصفات معينه، هو كان شخصيا فاهم اصلا، يعني هو ما كانش هو كان مبتدئ. بيكمل معلومه. كان بيكمل كنا بندردش مع بعض. صحيح. حتى لما هو سجل في الكورس انا فاكره، لما هو سجل معايا في الكورس كان هو طلب ان هو يكون لوحده. يكون لوحده. تمام. انا هطلب ان انا اكون لوحدي بغض النظر عن اي تفاصيل ثانيه. تمام. ليه بقى؟ استفسارات في اي وقت، استفسارات في حاجات معينه، لان هو ناقصه حته حاجات معينه بنكملها. انا شخصيا استفدت منه كتير. صحيح. استفدت منه كتير ليه بقى؟ لان انت شغل في دوله غير الدوله، اكتشفت في دوله تانية مصطلحات مختلفه، طبيعه الشغل مختلفه. صحيح. حتى في حاجات ممكن احنا هنا نشتغل عليها، ليه اعملها؟ ولكن هي برضه لازم تعملها. صح. كلامك مظبوط. ده لازم نعمله. كلامك مظبوط. ده كان طالب من ضمن المتدربين عندي، سنه كبير جدا. مش كبير جدا يعني في اواخر الثلاثينات مثلا. تمام. معانا برضو من ليبيا، كان معايا مهندس برضو جه مصر هنا. كان في رحله علاجيه هنا في مصر وصادف وعرفني واتكلمنا واتناقشنا وسجل معايا في الكورس، ولما سافر ليبيا كمل معايا برضو. كان طلب ان هو يكون لوحده. تمام. اكتريه الناس اللي كانت بتطلب، الناس كل واحده كانت بيبقى عندها اصلا الخبره الكافيه، وهو بيبقى محتاج بعض الحاجات البسيطه. صحيح. الدردشه، الصوت الثاني هو كان بيبقى محتاج. صحيح. بيبقى محتاج الصوت الثاني معاه. صحيح. فهو ده كنت انا بكون بقى معاه الصوت الثاني. هو مش شرط اكون نفس الصوت او نفس الخبره اللي هو عايزها، بس لا كوني بفكر معاه وبدردش معاه في تفتح لافكار ثانيه بنشتغل عليها. صحيح. بنوصل للحل. لما بيكونوا في 2 بيفكروا احسن ما بيكون في واحد بيفكر. صحيح. لذلك انا جيت في مرحله قدمت جروب كان فيه 8. تمام. 8 كان فيهم 3 مصريين وال3 مقيمين في السعوديه. كان منهم ليبي وسوداني ولبناني. تمام. وسوري، يعني جنسيات مختلفه. اللي مقيم منهم في هولندا، واللي مقيم منهم في السعوديه، واللي مقيم منهم في مصر. يعني سوري مقيم في مصر، فلان ما اعرفش فين. كان الجروب ده لهجات مختلفه، يعني ده بقى فاهم قصدك. يعني ممكن اكون بكلم اللبناني بلهجه غصب عني. ده رقم 1. كنا بنقعد محاضرات. الطبيعي ان انا كنت بشرح ساعتين في البدايه خالص، ساعتين الكورس الطبيعي عندي، ولكن كنا بنقعد بال3 وال4 ساعات عشان المصطلح بتفهمه ده بعيدا عن اللي في المصطلحات، ليبيا غير سوريا غير مصر غير احنا كنا بنشتغل على مشاريع معقده، قطاعات. كان الكورس ده كان طرق، انا فاكره الكورس ده اخذ 2 شهر معانا، محاضره واحده في الاسبوع. تمام. المحاضره كانت بتقعد 4 ساعات. في مهندس حب يجرب معانا، قلت له احضر معايا اول محاضره بس. كان هو خبرته كويسه برضه، قلت له احضر معايا اول محاضره بس وجرب. تمام. اول محاضره هو دخل ما توقعش ان هو يقعد 4 ساعات في محاضره. تمام. بناء بقى على المصطلحات والافكار والتفاصيل
ستوب يا هندسه، قال لي هكون جروب. انا بقى قال لي انا هكون جروب وهنتواصل معاك، يبقى احنا مع بعض بقى، لان الجروب ده خلاص انت كونته. خلاص تمام. وده كان مستوى ادفانسد للي جاي قدام. ده اشتغلت، ده كان ده بقى اكتر الجروبات اللي تعجبني، لان انا لقيت نفسي بشتغل على مشاريع جوه المملكه العربيه السعوديه. لقيت نفسي بشتغل فين يا على باشمهندس مشاريع المملكة العربية السعودية؟ المملكه العربيه السعوديه. كان في طريق في جده، مش متذكر اسمه كويس، بس كنا شغالين على مشاريع هناك. وعندنا في ليبيا برضو في ناس، برضو كان معانا حد في ليبيا، في العزازيه في ليبيا. كان المنطقه هناك كانت صيانه طرق، اغلبيه مشاريعهم يعني كانت انا صيانة افهمه ان طرق. حضرتك كنت بتدايزن المشروع وكنت بتعمل عليه كونسلت بعد كده؟ مش كنت بعملها، كنا بنشتغل مع بعض. هم مثلا يكون المشروع اتعمل بالفعل وخلص، ولكن المهندس نفسه حابب يتعلم ازاي المشروع ده اتعمل. تمام. سواء مشروع في طريق تستفيد جبل، بالماتيريال بتاع المشروع وتدخلها في الكورس. كنا بنشتغل بقى عليها. تمام. سواء مشروع عندنا في مثلا في ليبيا، كان جالي مشروع كنت بشوف ميول الطريق توصل ل 6% و4%. طب ازاي؟ ده طريق جبلي. زي الاردن وبيروت ولبنان بصفه عامه، الطرق عشان منطقة جبلية. جبليه، فطبيعي ان نسبه انا ما الميل كنتش اعرف ده، يعني 4 انا و6 الحاجات دي انا ما كنتش عارفها. غير مصر ممهده. بالظبط، انا ما كنتش اعرف ده. لما صحيح. اتعاملت معاهم وفهمت، لا بقينا نشتغل برضو على نفس الطريق. طرق ريفيه، صيانه طرق دي حاجه. طرق جوه المدينه من اصعب الطرق اللي انت ممكن تشتغل عليها. صحيح، لان حالات الخدمات كتيره جوه المدينه. بعيد عن الخدمات كمان، الحالات بتاعت الطرق نفسها بتتغير. صح. عندك يوتيرن حرفي، وبعدين عندك انترسكشن بشكل مختلف، بعدين عندك حارات ثاره وطباطم بعدد معين وحارات تسارع وطباطم، سرعه الطريق التصميميه اللي هيمشي عليها. بالظبط. دي حاجات كتيره بتقابلنا. الجزر اللي في الطرق نفسها بتبقى مختلفه. فدي حالات كتير جدا لا يمكن حصرها. حتى احنا في الكورس بنحاول قدر الامكان نمانج الحالات دي كلها. صح. ونشتغل عليها. طبيعي، لان انت عشان تبدا طريق انت بتعكس البلان، بمعنى انت بتجيب كل الانفرا اللي اشتغلتها تحت تحطها على البلان بتاع الطرق عشان تعرف مسار الطريق. احنا فعلا كنا بنعمل حاجه زي كده. صحيح. كان في حد معانا في الكورس برضو، لما كان ماسكين البنيه التحتيه بالمشروع بالكامل، كان الانفرا والطرق كمان. تمام. كان قال لي احنا يا باشمهندس خط الصرف او اي شبكه، يعني كان خط الميه عندهم، شبكه الميه كانوا حافرين لها 1.5 متر من الارض الطبيعيه. تمام. يعني دلوقتي انا مش حافر، هو عايز ينزلها 1.5 متر، فكان مش عارف ازاي ينزلها 1.5 متر. فلا عرفنا ازاي ناخد من غير بقى ما تحفر. لا انت احفر، يعني نزل لي 1.5 متر واعمل لي الميل الجانبي بتاع الحفر، واحسب لي كل طبقه انت هتردمها بعد ما تحفر. تمام. لان احنا متر 20 او 1.5 متر، لما نيجي نحفر، لما نيجي نردم، مش هنردم المتر كله مره واحده. صحيح. لا، في 25 لاير. في 20 بالظبط كده. تمام. فكان شرط عليا ان انا احسب له كل طبقه دي لوحدها. تمام. بالميول دي كلها. ده برضو اشتغلنا عليه. الميول العرضيه والميول الطوليه، دي كلها حاجات بنشتغلنا عليها. جينا للطرق، المناهيل. طبعا انت عارف ان طب المنهول مع طب الاسفلت، فكنا بنسقط البلانات دي، الشبكات النتورك دي كنا بنسقطها على الطرق ونشوفها بالفعل في 3 دي موديلنج، ونبص عليها بحيث ان المتدرب وهو شغال شايف، او هو شغال في الموقع. بص، اللي شغال في الموقع ده شاف كل حاجه. اول ما بيجي المكتب بيترجم بقى الحاجات دي جات له ازاي اصلا. صحيح. واشتغل عليها امتى ويعملها ازاي، ولما تقابله كده يقدر يتصرف معاها ازاي. ده كان يعني ده كل اللي ممكن اكون متذكره اثناء الطلبه اللي انا ممكن اكون اشتغلت معاهم. اشتغلنا مثلا مع طلبه مبتدئين جدا، يعني ممكن يكون لسه داخل الجامعه جديد، لسه طالب ما سنه اولى، بيبقى حابب يطور من نفسه. تمام. واحد تاني حديث التخرج بيبقى حابب ان هو يفكر يبدا. واحد تاني ممكن يكون خبره 30 سنه، ولكن بيبقى دايما ناقصك حته معينه. فده يثبت لك ان دايما كل واحد، طول ما احنا عندنا خبرات كبيره، طول ما احنا لسه بنتعلم. السوق دايما متعطش للتغيير. صحيح. احنا كل يوم، يعني مثلا في جروبات احنا مشتركين فيها مع بعض، بلاقي حالات مختلفه عماله تجيلي. صح. اللي احنا عارفينه بندردش مع بعض. احنا في الجروب لما بيخلص ما بيتقفلش ويتمسح. يفضل اللي حابب يبعت حاجه يتفضل حاجه يبعت، سواء انا برد او زميل لي في الكورس بيرد. ممكن يرد عليه بحل، انا ممكن ارد عليه بحل. لو انا شخصيا ما اعرفش، بقول طب انا هرجع لها
اذاكرها او هشتغل لك عليها وهشوف لك حلولها. طيب فيرست ستيب يا باشمهندس محمد، بدات من المقر اللي احنا حاليا فيه دون اللي في مدينه نصر. هي بدات في مدينه نصر، تمام. في مكرم بيت كان تمام. المقر اللي كان لينا مقر هناك، كان مقر افتراضي تمام. كنا بننزل فيه، ولكن قعدنا سنه فيه وابتدينا اشتغلنا بعد السنه دي اونلاين. احنا كنا بننزل اونلاين واوفلاين عادي في المكان في المقر، بعد كده اشتغلنا سنه كامله اونلاين. فكان سهل عليك ان انت في اي دوله في اي مكان تقدر تحضر الكورس في اي وقت بنشتغل مع بعض. لكن حاليا المقر الرئيسي بتاعنا احنا حاليا المقر الاساسي اللي احنا بنطور فيه ده موجود وشغالين فيه. حتى واحنا اثناء ما احنا شغالين برضو بيبقى عندنا قاعات، عندنا فرع تاني برضو في الدقي. صحيح. الفرع في الدقي برضو في شارع قريب الدقي. جدا، بحيث الناس اللي جايه من اكتوبر الجيزه ما يبقاش مدينه نصر بالنسبه له عقبه. فانا سهلت عليك فكره الاونلاين، اي ما كنت انت موجود هتقدر تحضر. وفكره الاوفلاين، الاوفلاين حابب تيجي المقر اهلا وسهلا بيك. اتجاه المترو او اتجاه مدينه نصر الاستراد ده موجود صلاح وده سالم، موجود. يبقى انت عندك كل واحد حسب تفضيلاته. تمام. يعني في ناس عندها مشاكل في الاونلاين ان هو مثلا مفيش ثقه، مفيش، مش عارف المحاضر ده. احنا في اثناء برضو ما انا شغال كان الكلام دوت في 2024 انشات شركه بالفعل اسمها ايكو كونستراكت، دي برضو مقرها مدينه نصر في عباد العقاد. دي شركه خاصه بالمولات. الشركه دي احنا لينا فيها مشاريع في مستقبل سيتي ومدينه بدر شغالين. مستقبل سيتي جنب مدينتي الاوسطي بالظبط كده، جنب مدينتي. احنا الشركه دي اثناءها بيبقى احنا برضه في شغلنا ممكن يكون معانا طلبه، انا شايف ان الطالب ده مؤهل ان هو يشتغل معانا. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. احنا بقول للطالب ده انت عندك مشكله تنزل معانا في الشركه دي ولا لا؟ بيبعت لنا التي في، احنا بنبقى عارفينه بالفعل. لان انا لما ما بديش شهادات الاول ما كنتش بدي شهادات، كان دايما بتطلب مني شهاده الكورس. هي يا باشمهندس احنا عايزين شهاده كورس. يا شباب الشهاده شهاده حضور. لا احنا عايزين شهاده معتمده. طب معتمده منين؟ دي كانت دايما المشكله بالنسبه لي، بس اللي كان فاهم ما كانش بتفرق معاه الشهاده دي. صح. انا يوم ما بدي شهاده لشخص او لطالب انا بحط لك اسمي على شهاده، اسمي ده سمعه. صح. ما ينفعش اطلعك وانت مش ملم بالحاجه دي وتطلع السوق تشتغل وانت مقدم لهم السي في في اسم المهندس اللي حضرتك خدت عند الكورس او اسم الشركه. صحيح. انت كده بتضر بسمعتي. صحيح. انا ما عنديش مانع انك تعيد الكورس مره و10. صحيح. ده عادي خالص، وكمان من غير اي رسوم، ده على حسابنا احنا. صحيح. مع اقرب جروب بتشترك فيه تاني وبنهيد تاني مع بعض. في حاجه واقفه معاك برضه دي بنشتغل عليها مع بعض. خدمه ما بعد الكورس ان انت تبقى مشترك معانا في جروب بالظبط كده، في دعم فني شامل معانا. صحيح. تمام. فدي كل الحاجات اللي انا كنت ممكن اقدر اتكلم فيها دلوقتي. لو افتكرت حاجه واحنا بندردش مع بعض ممكن نتكلم فيها. فحابب ان احنا برضه باشمهندس بلال يعرفنا بنفسه اكتر وعن خبرته. باشمهندس بلال خبره 15 سنه في السوق السعودي، يعني عنده خبره كبيره جدا ما شاء الله. ده احنا هنبقى طلبه بالنسبه لك. حبيبي يا هندسه، الله يحفظك يا رب، الله يبارك. ممكن تعرفنا بالخبره بتاعتك واشتغلت فين وايه هي المشاريع اللي انت اشتغلت عليها بالظبط؟ طيب انا اولا اتشرف بيك الاول. اهلا بك يا هندسه، والله الله اتشرف يحفظك ليك. يا باشمهندس. انا اتخرجت في 2009 تقدير جيد مرتفع، و اتدربت 3 شهور او 4 شهور في مدينتي في شركه اسكندريه للانشاءات هشام طلعت مصطفى. اشتغلت في الكهرباء والتليفونات. انا ما كانش هدفي الشغل في مصر صراحه، يعني انا كنت ناوي اصلا من بعد التخرج تاخد الطريق، اشوف سكه بره، يعني سوق جديد وخبره اكيد جديده وطموح افضل يعني. صح. فقدرا جت صدفه سافرت في 2010 في رمضان، وانا كنت متعمد ان اسافر في رمضان. سافرت اخر 20 يوم في رمضان، يعني يوم 20. نعم، موسم العمره والحج طبعا. لا انا كنت مسافر الاحساء. في ايه؟ الاحساء، مدينه الاحساء، المنطقه الشرقيه في الدمام. تمام. فانا كان ليا غرض ان انا اسافر في الوقت ده. اولا اخر 10 ايام في اي شركه مقاولات في رمضان بتبقى وضع الشغل مرتاح شويه، مريح شايف. انت كنت عايز تنزل في الراحه، انا عايز انزل في راحتهم عشان افهم عشان اكتر، فاهم اكتر اعرف السوق. الدنيا فيها ايه بعد العيد. انا اول مره اخد بالي من حاجه زي كده ان حد يفكر في الحته دي. انزل بعد اللي انا العيد. اعرفه ان هناك السوق تنزل على المفرمه، مفيش وقت ان انا هبدا اتعلم. لا مش هتعرف، طب يلا اشتغل. ما بتعرفش بيقابلك مشكله انت وحظك بقى. ممكن يساعدوك، ممكن يدوا لك فرصه، ممكن يقول لك بالتمام. انا بقى
خدت الريسك في الحته دي ان انا اروح ده كان ريسك كبير، واشوف. انت كنت ممكن في لحظه تلاقي نفسك هنا. طبيعي. لا قدر الله طبعا. انا حصلت بالفعل. انا ده اول حصل. يوم اول يوم رحت فيه الشركه قعدنا مع بعض كتير ما اعرفش الموضوع قالوا ده. لي قالوا لي مفيش شغل ليك هنا. يا جماعه ازاي؟ انا متبلغ من وانا في مصر انا عندكم مشاريع كبيره وشبكات ميه وصرف شبكات ميه ومدارس وبيوت وفلل طب انا هعمل ايه؟ خلاص اديني الجواز بتاعي انا همشي. وانا كنت واخد الموضوع ان انا كنت خطوة رايح من مدينه نصر. لا رايح من مدينه نصر رايح الشروق. انا مفكر نفسي كده رحله. يعني اديني الباسبور هرجع دي. انا هرجع عادي في نفس الطياره في نفس الباص مش فحد ابن حلال يعني وقف معايا ونصحني. قال لي لا ما تاخدش الخطوه دي، انت لسه جاي واصبر على نفسك شويه، انت شكلك هيجي منك. وانا كنت واخد الموضوع الاول عفوي يعني بيرسوناليتي شويه. بعد كده بدات حمات البدايات. خلاص انت متخرج انت امر واقع. انت امر واقع هتعيشه بس كده، فحبه عشان تعيشه. بس كده بالظبط. حب ما تعمل عشان ما فيش غيره. بالظبط. يعني هو ما فيش غيره. ما فيش غيره. ما فيش حاجه تانية مش هتحبها. صح. ويشاء القدر ان انا اروح. حصل ظروف في الشركه لقيت نفسي محطوط في بند احصر كميات. احلى بند بحبه. انا ما كنتش اعرف حاجه في الكميات قولا واحدا. الكلام اللي بحكي لك عليه ده في 2010 من 14 سنه. تمام. انا يا جماعه ماليش في حساب الكميات. ده اللي موجود والناس اللي كانت موجوده مشيت. انت بدات تبدا او اتعلمت مدير القطاع علمني. قعد معايا وفهمني. وانا كنت واخد اوتوكاد في معهد نظم المعلومات اللي في طيبه اللي في صلاح سالم. اخدت فيه كورس وكنت رايح معايا هيدلاين بس للاوتوكاد. ازاي ترسم لاين، ازاي ترسم نقطه دايره بس البيزك بتاع الكاد. بس ما فيش اكتر من كده. الديفولت الكاد 7 محاضرات. اخدت المحاضره في اسبوع، كل يوم محاضره. الموضوع كان سريع يعني. فلا خلاص انت ما فيش قدام منك غير تتعلم. ضيف لنفسك حاجه جديده. حظك ان انا ما اتخرجتش بره المساحه. نصيب بقى. فقلت خلاص توكل على الله. وصراحه ربنا كان مقدر لي ولاد الحلال اللي وقفوا معايا. اذكرهم بالاسم. المهندس عبد الحليم وقف معايا علمني من A to Z. انت فكرتني بنقطه مهمه جدا. من لا يشكر الناس لا يشكر. لا الراجل ده ليه فضل يعني عليا. في ناس خلع علينا علمتنا واحنا النهارده قاعدين القعده دي لان الناس دي علمتنا. ليه فضل عليا كبير طبعا. جدا جدا جدا. انا هقول برضه على الباشمهندسين اللي ساعدوني في بدايه ما اشتغلت لحد النهارده. انا ممكن اكون بقع في حاجات ممكن اتصل بيها والله يا باشمهندس في حاجه انا مش فاهمها. يعني لحد النهارده شايفه هو المعلم الاول اللي علمني. هو اللي حاطيني على الطريق. في حاجه اللي يعلمك وانت واقع غير اللي يعلمك وانت مش واقع. صح. يعني انا لما اكون محتاج المهندس محمد دلوقتي يقف جنب مني ولا ايه جنب مني، هو ده اللي شالني. انما لما اكون انا عادي اتعلمتها زي ما اتعلمتهاش واجي احضر لك محاضره فعادي انت ممكن تفيدني او ما تفيدنيش، انا مش محتاجها دلوقتي. لكن هو وقف جنب مني وعلمني حصر الكميات من الحفر والرد مانيوال. ما كانش فيه تخيل ما كانش فيه سيفل. الحسابات قد ايه؟ لا الطريقه اللي تحسب حفر وردم عن طريق ميزانيه شبكيه وتطلع متوسطات وتحسب كميات حفر وردم وتحسب من منسوب التاسيس لمنسوب الفينش. انت بتحسب مانوال. شغل ممتع. سيبك من دلوقتي ان انا بعمل دلوقتي. لا دلوقتي انا اوامر بسيطه وخلاص. حصرت 7 مدارس في 7 شهور وسلمتهم لوزاره التربيه والتعليم. 7 مدارس حصرتهم من الحفر للتشطيب بند بند. افتح مقايسه اي مدرسه ده كهرباء. الماتيريال والشغل دي لو كتبتها لنا على ورقه دي تبقى كورس اصلا. ما انا بقول لك تخيل انت بتحصر. انا مش هقدر اعد لك البنود بس اللي هفتكره طبعا. لا حصر الكميات حفر ورد. ده الحفر والردم لوحده كفايه يا باشمهندس. اكيد. ده غير بص يعني بند الحفر سهل جدا. لكن الردم بقى بترتم ماتيريال وبتخصم قواعد هو ده بقى يعني هنا سهل تحسب كميه بس مش سهل تحسب كميه صحيح حسب المواصفات. صحيح بالظبط. ومش للردم كمان برضو مش يلا نقلب. لا انت بتردم طبقات وكل طبقه ممكن يبقى فيه سيكشن مختلف فاضطر الكميه تختلف. بالظبط. طبعا. المهم بدأنا في المدارس. بعد كده
اتفرض عليا ان انا اشتغل بروفايلات قطاع طولي وقطاع عرضي لخطوط شبكات كده بقى. الميه. التيبل 3 دي كان بدأ بقى واشتغلت عليه. بس لا، كنت برسم برضه اوتوكاد، بعمل انت ديفولت، بقى بعمل ديفولت للبروفايل، بعمل ديتم، احط الاستشانات بتاعتي مانيوال، اتعودت بقى الليفلز العادات القديمه مانيوال. بقى. ايوه، هو علمني. ما انا بقول لك، انا دلوقتي لما بتيجي انت لسه من شويه قلت ايه، لما بتيجي تاخد الخبره من حد اشتغلها من تحت قوي، فلما بتيجي انت توصل للسهل سهل. انا عايز اعلمك الصعب. النقطه اللي انت اتكلمت فيها من شويه وتطرقت لها، ان انت لما بيجي طالب تقول له ايه، انا ممكن اعلمك الامر كذا. صح. لا، انا عايزك تتعلم ازاي تبدا من الاول. الاثبات ظهرت في ال10 سنين اللي فاتوا، معادلات وقت كتير جدا. بقى كتير طبيعي. انا بشوف في واحد تلاقيه يقول لك في ليسب اسمه كورن، استخدمه مش عارف طلع اكس واي زد. انا شخصيا يعني الاثبات ما بعتمدش عليها في شغلنا، حتى في الكورس ما بنعتمدش عليها اصلا، لان انا بعلمك ازاي تطلع شغلك صح. الديفولت بتاع البرنامج ذات نفسه ما فيهوش ليسب. صح. هو الاداه مبرمجه بتنزل على بس كده. بس انت احيانا بتروح لمكان انت مش محتاج انت مش محتاج سيفل، انت مش محتاج تشتغل ديفولت على الجهاز، انت محتاج ليز بتطلع 4 نقط خلاص. طلع بالظبط كده، بالظبط. ليدر بقى اكس واي زد اي كتير جدا. فالمهم خلاص بقى فرض امر واقع ان انا احسب كميات حفر ورد وتشطيبات خرسانه وتشطيبات محاره وتشطيبات نقاشه وسيراميك فهمتني؟ فاوريدي اشتغلت على الموضوع ده. قعدت في الشركه دي 4 سنين ونص، اتعلمت فيها حفر حساب كميات. انت بدات بقى بند كبير جدا خلاص حساب كميات من على لوح، من على لوح. تمام، حساب كميات. قفلت شغل مع مكاتب استشاريه، اشتغلت مع الحمد لله مكاتب استشاريه كتيره، الماجل للاستشارات الهندسيه، الديوانيه للاستشارات الهندسيه، مكتب التوفيق. سلمت شغل لوزاره التربيه والتعليم مع استشاري، وسلمت شغل لوزاره المياه مع الاستشاري. عملت مستخلصات ختاميه، ومستخلص الختام الناس اللي ما تعرفوش، انت بتعمل مستخلص شهري والمستخلص الختامي في الاخر بتقفله اخر، فانت لازم التراكمي بتاع كل مستخلص يلف. انت 1 زائد 1 زائد 1 يساوي 3، يبقى لازم 3 و10 كده في مشكله. لا، هي ما تبقاش مشكله لو انت منفذ بزياده. ايوه انا اقصد ماشي. لو منفذ بزياده ماشي، لو منفذ بزياده مش هتاخد الفلوس، لازم تعميد. صح. انا دلوقتي متفق معاك على الشقه دي هتكلفك 3000 جنيه. حلو. انت قلت لي لو بقت 2900 اوريدي انا داخل ال 3000، بقت 3100 هقول لك انت ما قلتليش. لازم اكون متفق معاك الاول. لازم اي مشروع لازم يعني مثلا لما بيكون عندنا عملاء في الشركه عندنا بتاعت شركه التشطيبات، مثلا بنعرض له كل الخامات. تمام. ده هيكلفك 10، ده هيكلفك 5، هو بقى حسب ما هو عايز. الكلام ده بينطبق على الحاجات اللي هي السكيل صغير، لكن لما تشتغل على مشاريع كبيره معمول لها ميزانيه بالظبط، وفي استشاري بيشايف وراك، والاستشاري فيه وزاره بتستلف منه، واحيانا بيحصل تغيرات في المشاريع اللي انت بتبقى شغال فيها دي، بيبقى في تعميد. بالظبط كده. يعني انا احيانا كنت اشتغل خط ميه، خط الميه دون انا مش هقدر احطه الا بموافقه الاستشاري. صح. لازم اعمل له حصر كامل للمشروع عشان اقدم له العجز والزياده. العجز والزياده اللي بناء عليها هيترجمها لفلوس، يقول لي مسموح ليك ان اذا كنت تكمل المشروع ولا ما تكملش. تمام. قعدت 4 سنين ونص في الشركه دي، شفت منهم كل خير الحمد لله، وربنا كرمني، اتعلمت واستفدت منهم وسبتهم ورحت اشتغلت في مجموعه بن لادن السعوديه. تمام. اشتغلت في مطار الملك عبد العزيز 2014. كان ايه شغلك في المطار؟ يعني انت المطار كبير، المطار يعني كلمه مطار ضخم. مطار الملك ايه الحته الوحيده اللي كنت ماسكها؟ يعني مثلا كان عندي متدرب كان شغال في المطار، بس كان شغال في هناجر الطيارات. لا انا هقول لك على حاجه، انا اشتغلت في المطار من اول المشروع لاخره. من اول ايه؟ المشروع لاخره، يعني مش كل المراحل تفرق. يعني انا جيت في المرحله اللي كان التصميم الخرسانات تقريبا قربت تخلص، المبنى الرئيسي البي تي بي، تمام، اللي هو بيلدينج. دخلت في مرحله ثانيه بقى مختلفه خلاص، مرحله البيلدينج انتهت. لا، المطار عباره عن صاله كبيره. الصاله دي حوالي 1800 متر طولي، متقسمه لزون A B C D E F. مظبوط. تمام. ايست ونورث. تمام. والتاور عند زون F. المشروع دون المساحه بتاعت المشروع باليوتيليتيز اللي حوالين منه 18 كيلو في 18 كيلو، مش مشروع صغير.
فالمشروع مش حد صغير. يضرب الارقام دي يا شباب. ضغط الكثافه الاستيعابيه للمشروع في الموسم السنوي 52 مليون مسافر. دي الطاقه الاستيعابيه الطاقه الاستيعابيه يعني يستوعب 52 مليون مسافر في السنه. فمشروع مش قليل. مشروع انا اشتغلت فيه من 2014. انا من فيس 1. الشغل المشاريع اللي جات لي في المملكه مشاريع ضخمه. ايوه بمعنى كلمه مش حاجه صغيره او مش قطاع صغير او طريق، لا مشروع ضخم. يعني ممكن تكون انت كباشمهندس بلال تمسك شبكه طرق جوه المدينه، يعني جوه مثلا مدينه جديده، تلاقي نفسك انت اللي مسؤول عنها لوحدك. ده صحيح. كحظر وكشوب دروين. ده صحيح. وتحت منك ستاف بقى كامل. ده صحيح. مساحين، مشرفين، بس انت لوحدك اللي مسؤول عن ده كله. ما هو انت في الاخر انت السورس وانت الفاينل. بالظبط. النتيجه اللي في النص انت متحملها. انا اللي بطلع الستارت بوينت وانا اللي باخد في الاند عندي. صح كده. النتيجه اللي في النص محصلتها انا اللي في الاخر بتقفل عندي بالسلب او بالايجاب. عشان نتكلم في النقطه وانت فاهم ان المساحه بالذات بدايه المشروع ونهايته. هو الاساس، هو الاساس مشاكل المشروع بتحصل في وسط المشروع انت متحمل نتيجتها في اخر المشروع. انت بترفع اسبلت في الاخر، الاسبلت ده ما بقاش مطابق او في اي داتا او الاي اف سي او التندر ما بقاش مطابق للاسبلتات، انت في الاخر مكتب فني مساحه اللي هيشيل الموضوع. وممكن يكون الديزاينر هو اللي حرك المبنى او هو اللي حرك الشبكه او هو اللي حرك اي خط في المبنى في وما مشكله في رجعش الاجهزه وانت شغال اصلا في الاخر مش واخد مساحه. بالك. انا بكلمك عن المشاكل اللي بتبقى بره صلاحياتك. صح. انا اتفاجئت المهندس محمد ديزاينر عمل خط طريق او عمل ديزاين وما ادانيش ليه اخر ريفيجن. صح. وانا كده اشتغلت على رديت ريفيجن للمشروع. قديم. ايه اللي حصل؟ كده بيحصل مشاكل. هنزل الداتا اللي معايا، اتفاجئ ان الاستشاري وهو بيشيك عليا بعد ما حفرت، بعد ما جهزت الشغل ان يتصب خرسانه، بعد ما نزلت حديد، اتفاجئ ان لا الشغل متعدل، في تعديلات في الاخر انت اللي هتشيل. فمانجمنت مساحه لازم اكون كنترول قوي وعامل كونكت يوم بيوم مع المكتب الفني اللي بيطلع لي داتا. عشان ممكن يكون في اي تغيير حاصل. التغيير بيحصل بالليل، الصبح بتتبعت لوح. بالليل يحصل بالليل بيت بالليل ده بيحصل بالليل الساعه 6 7 بالليل وانت مروح جالك ايميل انت ما تعرفش في ايه، ما فتحتهوش. الصبح الناس بتاعتك شغاله على داتا وانت لا الناس بتاعتك شغاله على داتا القديمه وانت ما شايفش. وانت ما شفتش بقى. بقول لك لا انت ما شفتش. دي مشكله. اشتغلت في مطار الملك عبد العزيز، في كل المطار بقى. يعني لو عديت لك مواقع لود سنتر A لود سنتر B. احنا بالفعل قعدنا مع بعض فتحنا المشروع ولقينا ليه كذا جزئيه شغال فيها هنا. هنا اشتغلت عملنا كده. حتى كنا عملنا كروكي مع بعض برضو. ونتناقشنا مع بعض في الحاجات دي. ما انا بقول لك انا الحمد لله اي مشاريع بروحها انا بحب الشغل وبحب الشغل اللي فيه مجهود. يعني في حد يعني انا كنت اسمع له حكمه كده يقول لك لو عايز تنام كويس اشتغل طول اليوم كويس. صح. فانت لما تتعب في الشغل تروح تنام كويس. ما بنحبش قعده المكاتب. حتى لما ارتحت حاولت ان انا انزل. الناس كلها اللي كانت بتشتغل معايا انا كنت بشتغل معايا بايديهم. انا بطلع يعني انا بجيب لهم الداتا من المكتب الفني، ما كنتش بطلع داتا، كان في مكتب فني مسؤول عن الداتا. تمام. بس انا بتعامل مع الناس اللي معايا ايديا بايديهم قولا واحدا. ما بسيبش مساعد يشتغل واسيب النجار. ده صح جدا يا باشمهندس عشان تضمن ان شغلك ماشي صح. بتضمن شغلك ماشي صح ومفيش اخطاء بتحصل، او لو حصل حاجه لا قدر الله تقدر تلحقها بنفسك. اكيد انا كانت بتحصل عندي مشاكل في الشغل. انما لو انت قاعد في المكتب، لو انا مش واقف عليها، قاعد في المكتب والدنيا شغاله تحت، حصلت مشكله وانت ما خدتش بالك، انا بكتشف. انا مش انا اللي بكتشفها عشان انا شاطر، انا بكتشفها عشان انا واقف على الشغل. اقل مني لو واقف هيقول لك غلط. فانا لازم ابقى واقف على شغلي. انا اتعلمتها من الناس اللي كانت معايا مش في المساحه. واحنا اتعلمنا من مين؟ لا يعني انا شفت مهندسين كانوا معايا في السيفل مدراء وبينزل يبص على شغله. مش انا اللي هكابر بقى على شغله. طبعا المهندس اللي انا كان بيعلمني كان الكلام ده ضاف لي. الكلام ده ضاف لي. يعني انا لما اشتغلت في المطار اشتغلت مثلا اوبن تشات، اشتغلت بوكس كالفرت. الشغل ده مش موجود في مصر، ولو موجود في مصر ممكن يكون اتعمل مؤخرا في منطقه حاجه زي العاصمه الاداريه بالظبط كده. يعني اي تقنيات جديده هتلاقيها اضافت في الخمس ست سنين اللي فاتوا. انا اشتغلتها من 10 سنين. انها موجوده بقى في المشاريع القوميه خارج مصر. في الخمس سنين اللي فاتوا انا بكلمك من 2014. يعني من 10 سنين كان المشروع معمول له ديزاين على كده، فبالتالي خلاص يعني اللي اتعمل ديزاين اتحقق. انت فاهم قصدي؟ انما ده ما كانش موجود في مصر. في مصر كان بيتسمى صرف مغطى وصرف مفتوح. في السعوديه كان اوبن ديتش وبيتعمل خرسانات ونظام ميول
وانا وريتك الارث دايك، وريتك الديزل تانك والفيول فارم والنيرسري، فهمتني؟ فانا حتى لما كان الاستشاري بيجي يستلم مني شغل كنت اشوفه انت عايز ايه وانا اعمله لك، بالظبط كده. حتى لو هو مش هنقول غلط، لان هو مش هيبقى غلط، لان هو لو هيعمل حاجه غلط هو مش اخر واحد، في فوق منه مدير بيستلم منه. طبعا في كل شغل بس في مديرين بيتكلموا من بعض. تكنيكال الاوراق بيختلف من واحد للتاني، زي ما انت بتروح تعمل ورقه في مصلحه حكوميه وتلاقي موظف طالب منك ورق كتير وواحد تاني طالب منك ورقه، لكن في الاخر الاثنين هيستلموا ورقه صح. هي نفس القصه، الاستشاري انت بتتعامل معاه لان هو ليه اليد العليا عليك ان يقول لك ابروفد او ريجكت. صح. فانا لازم اخد منه ابروفد، الشطاره بتاعتي ان انا اخد منك ابروفد، والشطاره منك ان انت تديني ابروفد وتبقى مقتنع ان الورق اللي انت عايزه انا اديته لك. انا كمساحه بحط له اتاتشمنت، انا بحط له الورق ده مش انا اللي عامله، لوح ونتائج الشغل بتاعتنا تمام. نتائج الشغل. خلصنا شغل في المطار، جالي مأمورية في مطار في الرياض، اشتغلت في خريص. كان حصل ظرف كده، كوبري اتفجر، اتعرض للانفجار ورحت فيه مأمورية 6 شهور. ما كنتش اول مرة اشتغل في الطرق، يعني اول مرة اتطرق للطرق. يعني حضرتك يا باشمهندس اشتغلت في كل الشعب اللي ممكن نشتغل، طرق، انشاءات، لاندسكيب، شبكات، كل الحاجات دي طبعا حضرتك اشتغلت فيها، شبكات بمختلف انواعها. بالظبط كده. طرق بمختلف انواعها، طرق سريعه، طرق جوه المدينه، مشاريع انشائيه، مدرسه، كومباوند، الحاجات دي كلها انت طبعا انا كان معايا عدت عليا. انا كان معايا خريص من ستيشن 1750 ل 2150 ليفت ورايت، وكان معايا اللوبي والرمبين A و B. اشتغلت فيهم 6 شهور، وبعد كده تقريبا قعدت 6 شهور. رحت بقى اشتغلت في احسن مشروع انا اشتغلت فيه، برج الوليد او برج المملكه. برج المملكه هو حاليا ده لوحده في شغلك، التي في ده التي في لوحده ده طبيعي. برج المملكه كم ناطحه سحاب على مستوى العالم دلوقتي؟ برج الوليد، برج خليفه. فاوريدي انت لما تحط في السي في برج جديد اللي انت بتصممه، لا احنا بنقول اللي اتعمل، اللي موجودين. فاللي اتعمل عدد معين اشتغلوا فيه، صح، بغض النظر 1000 2000 5000. المهم ان هم في عدد. خلاص اي سي في هيتحط فيه برج خليفه خلاص انت فعلا. انا بقول لك ده لوحده تي في. كان شرف ليا ان انا اشتغل فيه صراحه. اشتغلت في البوديوم وقعدت فيه حوالي بتاع سنه او سنه وشويه، وحصل ظروف فيه اضطريت ان انا اتنقل على المطار تاني. كملت شغلي في المطار، خلصت شغل المطار، حصلت بقى مشاكل كده في الشركه، مشاكل عامه للشركه كلها، مش مشاكل بتحصل. رحت اشتغلت في مكه، ودي كانت افضل نقله ليا، دي النقله التوب، في حين ان كان الكل رافض يروح. انا ما كنتش بقول للشغل لا. ليه رافضين يروحوا؟ ظروف خاصه بيهم، هم خايفين مش عايزين يروحوا، دايما بيحبوا يبقوا جنب الاداره، حاجه كده يعني. فانا قلت لهم انا اروح، انا عايز اروح مكه. رحت مكه، اشتغلت في محطه قطار الرصيف. كنا رايحين عشان في ديفليكشن في البلاطات، حصل مشاكل فيها، اتعرضت لهبوط، فكنا رايحين نعمل ليها ابجريد ليها وابديتد ليها. فكانوا مستنيين بقى الديزاين ومش عارف ايه، وبعد كده قالوا خلاص هنشتغل في الحرم. اشتغلت في الحرم، قعدت سنه في الحرم. ده مفيش احسن تتحط هتعمل الامر تشتغل. ليا في الحرم حوالي 10 عمدان ولبشه، دول انا صبيتهم. مكتوبين فين؟ دول انا صبيتهم. تمام. بعد كده ربنا قدر لي الخير ان انا امشي بقى من المكان اللي انا فيه، ورحت اشتغلت في 2002. اكيد فكره انك تمشي دي كانت رخمه شويه. انا بحب اخد ريسك في اي حاجه، بس ريسك محسوب طبعا. يعني انا اخد الريسك. هو في معلومه انا سمعتها دايما بطبقها، دكتور عبد الله سلام، مهندس عبد الله سلام، المدير التنفيذي لشركه مدينه مصر، قال كلمه يعني سراي تكرك ياتيك الرزق. انا سمعتها هنا واخدها مبدا في حياتي. يعني انا لما جم قالوا لي وانا في الرياض، وانا في جده في اول مره، وانا في بن لادن، قالوا لي تروح الرياض، قلت لهم لا. بعد كده اتعرض عليا، قلت ايه المشكله؟ انا عايز اروح اتعلم جديد، انا عايز اضيف لنفسي. انا اول 14 سنه 15 سنه لسه صغير وعايز اتعلم واضيف لنفسي. طبعا اصل انت يوم ما بدات مش زي النهارده، مش زي 5 سنين كمان قدام. لا، فلو انت فضلت في نفس المرحله بتاعت النهارده انت كده ما بتعملش حاجه. صح. زي ما انا قلت لك، انت لو ما بتطورش في نفسك معلومه جديده، انت بتنكمش، انت بتعمل هولد لنفسك بالظبط. لا انت يعني انا دلوقتي النهارده
بتعلم مع نفسي، وقفت انا كده بنكمش ما بكملش. صح. طول ما انا مستمر انا كده ناجح، صح. انا كده بعمل حتى لو بيبي ستيب صغيره جدا، بس دي حاجه انت اخدتها وعملتها. انما ما بتتطورش واقف عند الليفل ده، انت كده بتنكمش. بص يا هندسه، انا هقول لحضرتك على حاجه. اي شغل في اي مكان التدرج فيه النسبي، التدرج النسبي ان انا اطلع براحتي طبعا. واتعلم في الوقت اللي انا مطلوب مني اتعلم فيه. انا النهارده لسه متخرج، فانا هتعلم كورسات بتاعتي، هنزل اشوف الخرسانات دي بتتعمل ازاي، هشوف الطرق بتتقاس مظبوط. ازاي. لو انا خدتها خطوه خطوه، هاجي في وقت من الاوقات لما اقعد على كرسي وابقى مدير، هعرف فاهم. المراحل اللي تحت مني ما حدش يضحك عليا. صح. هقدر واحط تحت ايدي 100,000 خط. هقدر لما يكون تحت ايدي واحد يقول لي الشغلانه دي هتاخد يوم، انا عارف انها هتاخد يوم، خلاص لانك عملتها قبل كده. عملتها. انما لما ابقى قاعد مدير وانا مش فاهم، هقول لك يوم، هتقول لي لا ده نص يوم. يومين. طب هتقعد 10 ايام، ممكن اقول لك يا ريت تقعد 10 ايام. ما هو مش عارف مش هي فاهم. تقعد قد ايه. صح. فهمتني؟ فانا عندي قناعه اللي بيطلع السلم مره واحده، اللي بيطلع السلم خطوه خطوه هيقعد فوق ومش هينزل. اللي صح. هيطلع مره واحده هينزل مره واحده. بالظبط. وعن تجربه انا شفت. انت جربت مع نفسك ولا حصل معاك؟ انا شفت بعيني. شفت بعينك. شفت بعيني مدراء وكانوا حاجه كبيره وهو فاضي من جوه، فاضي. يعني البي دي اف ما يعرفش يطبعه. كتير دول. البي دي اف ما يعرفش يطبعه. انا مش بكذب عليك، البي دي اف ما يعرفش لا، يطبعه. في ناس فعلا ولما تعرض لشغل تشتغل الواقع ما عرفش. خلاص اتركن. مدير المشروع قال له بس خلاص اركن ومشاه. خلاص دي غلطه. وخمس ست سبع 10 سنين مدير. والمدير رايح والمدير جه والمدير مشي والمدير جه. فاهمني؟ انت فاهم انت؟ مستاهل. فانا بتعلم عشان انا اوصل للمكانه ان شاء الله اتمناها من ربنا. انا طول عمري عايز اتعلم طبعا، وعايز طول عمري اضيف لنفسي، ودايما احسس نفسي بالقصور. قصور في العلم مش وحش. طول ما انا مقصر احس ان انا بتقصير، اتعلم المهندس محمد، لا بص لسنه ولا بص لخبرته ولا بص للبوزيشن بتاعه. يعني انا ليا عندك معلومه خدها. بالظبط. العمر هنا في الموضوع مش حاجه، ما كبرش ولا بص، في مقوله اسمها ما يدرك بالقراءه ما يدرك بالقراءه لا يدرك بالعلم بطول العمر. صحيح. يعني انا مش شرط يكون عمري 100 سنه عشان اكون حكيم. ما انا ممكن اكون قرات وتعمقت في العلم وتخططت بقيت فاهم كويس. صحيح. يعني في ناس من ضمن الناس اللي بتحب تشتغل معايا في كورسات مثلا بيتقالوا طب حضرتك خريج كام 2000 وكام؟ والله 2020. ليه باك كده لورا؟ طب ليه؟ اصل شايف نفسه ان هو خبره 5 سنين. انا كان عندي شخص مهندس كان من ليبيا، الشخص ده كان عمره 58 سنه. شوف 58 سنه، تمام. انا من ضمن يعني في عمر اولاده، تمام. الشخص ده كان اسمه باشمهندس مراد غير، انا فاكره كويس. لما حضر معايا الكورس وخلصنا الكورس يعني قال لي انا عايز اشوفك، يعني انا عايز اشوف. انا كنا طبعا اشوف سنك، اشوف عمرك. انت صوتك صغير. انا عايز اشوفه. فلما شغلت له الكاميرا الراجل حرفيا ما قدرش بتاع ما شاء الله يا شباب. اللي هو ما استوعبش ان اللي قدامه اصلا حد ممكن يكون سن اولاده ويمكن اصغر. الراجل يعني عارف بقى لو كان هالك ده، بس لا لما شاف قال لي لا انت عندك طاقه علم ما شاء الله عليها. لا انا ما سالتكش سؤال قلت لي ما اعرفش، ما اشتغلتش معاك في حاجه قلت لي ما اعرفش. كان من ضمن الحاجات اللي كانت بتقابله مشاكل كانت صيانه الطرق، وخصوصا في حته الانترتكشن كانت هي العقده عنده في الحته دي. كان لما بصيت له كده ورحت من غير ما اشرح ومن غير ما اتكلم وعملت حاجه كده قال لي هو ده اللي انا عايز اوصل له، بس الموضوع محلول خلاص. اشتغلنا مع بعض. فهنا الفكره في الخبره مش شرط عدد السنين خالص. انا ممكن اقعد 10 سنين بعمل نفس الامر. انا هقول لك على حاجه، انا اي مكان بروح اشتغل فيه ما ببصش للي فوق مني عنده كام سنه، ببص للي فوق مني وصل لخبره قد ايه. بالظبط كده. انا افتخر واقول بما يرضي الله، انا كان في واحد مدير في البرج سنه اصغر مني ب4 سنين بس شاطر. اهل الكفاءه شاطر، في حين ان المدير الثاني عنده حاجه و50 سنه في حاجه ما يعرفهاش. لا هو ابيض ما يعرفش، دي نسبي، هو ابيض بالظبط. انا بجيب لك انا ذكرت لك اللي اصغر مني. احنا تعرضنا للمواقف من النوع ده كنا بنشوفها. انا لما كنت بشوفه
اقول لا هو يستحق، هو يستحق. فانا ما كانش عندي حته ان انا انفسن منك وتنفسن مني، انا جاي اشتغل وانت جاي تشتغل، بس انا عايز اتعلم منك عشان ابقى زيك، وده مش عيب. واللي انا خدته، اللي كان الناس اللي شغاله تحت ايدي كنت اعلمهم، مش هبخل عليهم بحاجه. طبعا طبعا. واللي انا عارفه اقول لهم، واللي انا مش عارفه اتعلمه واعلمهم، لان الناس دي خيركم دلوقتي من تعلم العلم وعلمه. اكيد. يعني انا لما بتعلم حاجه ولما يكون عندي حد بيسالني في معلومه، يمكن حضرتك جربت بحاجه زي كده، كنا بندردش في وقت من الاوقات، فلو انا اكتشفت مثلا ان انت في معلومه ناقصاك، انا لازم غصب عني اقول لك المعلومه دي، صحيح. لان انا ديني يامرني بكده. انا اتعرفت على لو انا بخلت عليك ربنا مش هيبارك لي فيها اصلا. اتعرفت على شاب مش عارف هو تقريبا عندي على الفيسبوك. انا ادمن من الادمنز بتوع مساحين بلا حدود. جروب مشهور جدا. فقدرا يقع في ايديا هو، يعني يقع يعني بين اصحاب. فقال لي انا ماسك مشروع في لو تعرف مشروع بتاع مشروع تطوير جنوب الوادي، البيفتات البيفتات اللي في جنوب توشكا في مشاريع توشكا. وقع مع مقاول اداله كل حاجه وسابه ومشي. يا نهار ابيض. ولا داتا ولا بيعرف يطلع داتا ولا اي حاجه، ولا اي حاجه خالص. اتصل عليا يا باشمهندس انا عايزك تساعدني كده كده كده. حظه ان انا كنت ساعتها ما عنديش شغل، يعني الشركه كانت الشغل فيها على القد. كنت مريح. اخد اللابتوب، هي دي بقى خبره من ضمن خبرات برضو بتجيلك. اطلع له داتا وابعتها له. انا بطلع له الداتا وببعتها له، مش عايز منه اي حاجه. مش عايز اي حاجه منه مساعده على وجه الله ولا اي حاجه. هي مساعده. لما جيت انا اتضغطت في الشغل قلت له بص انا كده اخر، لو انا عندي وقت اكمل لك، ما عنديش وقت خلاص. المهم نرجع لموضوعنا. خلصت مشيت من بلادن ورحت بقى الشركه اللي انا حاليا فيها، شركه في الرياض كبيره، ماسك فيها شغل المكتب الفني في المساحه. اتعلمت معاهم سنه، عرفت يعني ايه لوح تندر، يعني ايه لوح اف سي، يعني ايه لوح شوب دروينج، يعني ايه لوح اسبلتات. ضافوا لي كتير واتعلمت معاهم حاجات جديده. وده اللي انا بقول لحضرتك عليه، احنا مهما كان سننا هنعتبره لسه صغير. هتيجي في وقت من الاوقات هتقعد في مكان هيطلب منك كل ده. المدير الشاطر اللي مش يعرف كل حاجه، المدير الشاطر اللي يعرف معلومه عن كل حاجه، عشان يعرف لما يقعد في اجتماع يعرف يرد عن الناس اللي معاه، يعرف يقول دي تتعمل ازاي ودي ما تتعملش ازاي، بغض النظر عن جوه التفصيله ايه. انا مش بطالبك لما تيجي تعمل طريق اقول لك خش اعمل لي فيتشر لاين واعمل لي كوريدور واعمل لي جروبس، بس على الاقل تعرف ان الطريق ده عشان اعمله لازم تبقى فاهم فكره ربط الاوامر. ما هو ده موجود. الله يفتح عليك. لازم تبقى فاهم انت بتعمل ده ليه وده بيتعمل ازاي وايه اللي جواه. بس هتقابلك مشكله هتتفرج عليها. حاليا انا موجود في الشركه مع الناس دي، ناس كويسين، وانا شغال معاهم بقالي سنه وسنتين تقريبا، ماسك المكتب معاهم الفني، بطلع داتا في شغل في السايت، بنزل استلمه من المقاولين، بتابع شغلي ده حاليا وبعد كده بقى اتشرفت بحضرتك وقلت بقى اعمل بيزنس معاك. ده احنا لو كنا كملنا وان شاء الله انا شايف ان فيرست ستيب، حتى الشعار الجديد اللي احنا حاطينه ليها FBL فيرست ستيب تو بروفيشنال ليدرز، ان شاء الله انا متوقع ان تبقى حاجه كويسه. FBL مش FBL اي دي بتاعتك. FBI دي مش بتاعتنا. فان شاء الله انا شايف ان المستقبل يبقى افضل. ان شاء الله احنا بالفعل بنحضر دلوقتي لكورسات جديده موجوده بالفعل، بنحضر لها التحضير، وفي كورسات تم تحضيرها وهنبدا نعلن عليها. خلاص تمت اكيد. خلاص احنا كنا الفتره اللي فاتت مشغولين في تحضير المقر وتحضير المحاضرين، المكان، المحاضرين اللي هيشتغلوا. احنا كمان مش عايزين المحاضر 5 سنين خبره، احنا محتاجين محاضرين 15 سنه خبره، 20 سنه خبره. ليه؟ لان الناس دي هم اللي هيعلمونا صح، هيعلموا الطلبه اللي هيجوا صح. يعني الواحد زي حضرتك بخبرتك دي لما يتكلم مع طالب هيعرف يعلمه صح، مش هيبقى فيه ستوب عنده. بص يا هندسه، احنا عملنا سيرفينج تقريبا من 6 شهور انا وانت على كل مكاتب المساحه اللي في مصر، وعرفنا ايه القصور اللي عندهم، وقلنا ان لازم القصور دون لازم قصور دون احنا نغيره، نحاول نشوف نقط الضعف ونقطه قوه ونطور رؤيه شركتنا احنا في الفتره اللي جايه، ان الطالب اللي يخش عندي بغض النظر عن سنه
بغض النظر عن سوق العمل اللي هيشتغل فيه في مصر او في الخليج، لا هتخش عندي زيرو خبره، هتطلع هطلعك فاهم. من عندي 90%. الاهم شعار بالنسبه لي انا كمحمد ان احنا نكون الشريك الاول الاستراتيجي لجميع الشركات في مصر. المرحله دي احنا هنعملها للطلبه اللي ليه بقى؟ هيخشوا احنا عايزين لما مثلا شركه تعمل اعلان احنا محتاجين مهندسين كذا، فاحنا عايزين نكون بنساعد الشركات ان احنا نوفر لهم الكوادر دي. تمام. لما يكون احنا كمان ده احنا بنكبر وبنكبر، يعني الشركه بتكبر واحنا بنكبر معاهم. بص يا هندسه، انا لاحظت ان شغل المساحه في مصر نوعين. ان شاء الله احنا هنغير النوعين وهنضيف احنا نوع تاني. ان شاء الله ده بامر النوعين- الله، النوعين- وبالفعل احنا عملنا ده. النوعين اللي انا شفتهم، نوع عنده اجهزه وما بيديش تدريب، بس لما لقى نفسه فاضي ادى بدأ تدريب. ينزل تدريب. فبقت بيزنس. خلينا نتكلم بوضوح، اللي بيجي له بيدي له كورس وبيمشي. طب تعالى قول له انت علمته يحسب كميات خرسانات؟ لا. علمته يحسب كميات في شغل الري او الصرف او الكهرباء او الميه؟ لا. طب انت علمته ايه؟ علمته كوردينيتس، طلع نقطتين وخلاص. ورفعوا انا معايا تليفون ايفون وانت معاك تليفون موتوريلا. اندرويد. انا جيت خدت التليفون بتاعك مسكته، هقعد يوم او 2 أو 3 عقبال ما اتعلم بالظبط فيه. الاوبشن بتاعته، التوتال ستيشن كده، انا مش بعلمك توتال، انسى التوتال خالص. الفنيات بتاعت المشروع. جوه المشروع انت هيطلب منك حاجات تانية. ايه اللي هيقابلك؟ هو ايه اللي هيقابلك؟ يبقى احنا في رؤيه شركتنا ان شاء الله ان احنا نطلع جيل باذن الله، جيل يبدا مشروع يقفل المشروع. ده هياخده في كورسنا. الكورس بتاعنا هيبدا من اول المشروع لحد هيبدا المشروع بتاعنا من اول ما ياخد المشروع يعمل له ترافيرس زي ما حضرتك قلت، يستلم النقط يعمل ترافيرس، يشطب المشروع، يطلع يعمل له هو ده بند أسمنتات. من بند الكورسات اللي موجوده عندنا. البنود دي موجوده في كورس، اول كورس كنا بنشتغل. احنا عندنا اكتر من كورس، احنا عندنا حوالي 6. طيب ممكن حضرتك قبل ما تعرض انواع الكورسات اكمل لك اتفضل. الطالب عندنا هيبدا من فين ويقفل لحد فين؟ اتفضل. الطالب هيخش عندي زيرو خبره، هيخش يتعلم البرامج اللي حضرتك بتتكلم سواء عنها دلوقتي. لسه بيدرس او اتخرج ولسه فريش. انا عايزه وهو بيدرس. زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، لو طلع السلم خطوه خطوه، دلوقتي سوق العمل في مصر وبره مصر بيبص للخبره. الهيئه السعوديه للمهندسين بره ما بتعتمدش شهاده الا لما يكون عدى عليها 5 سنين. المقاول المصري سامحني في اللفظ طماع. انا لما بروح اشتغل مع مقاول مصري ماسك طرق بيقول لي يا باشمهندس اشتغل كل حاجه. لو الحفار في عطل، ناس محتاجين اشراف على العمال. بقول لك لو الحفار عطل تقول لي صلحه، مش تقول لي العمال. ايوه، يعني احسب كميات، تابع موقع، نزل داتا، ارفع اسبلت، سلم استشاري، احسب لي مستخلص ختامي ومستخلص شهري. تمام. انت دخل في دوامه. طب انا ااهل واحد لسه متخرج ان يبقى بالمستوى ده؟ ان شاء الله ده هيبقى عندنا احنا. ان شاء الله هيبقى عندنا احنا، لان احنا الطالب اللي هيخش عندنا الكورس ولا هنقول له مده ولا هنقول له مستوى. احنا لا هنقول لك الكورس يخلص بعد شهرين ولا بعد شهر، لا، انت معانا في الكورس. خلص الكورس هيتعمل لك اختبار نهائي، تجاوزت فيه 80% تاخد شهاده، صح. ما تجاوزتش فيه 80% بالنتيجه اللي احنا نشوفها مستواك كويس. احنا اللي بنعتمدك. احنا دلوقتي هندي لك شهاده معتمده من الشركه. الشهاده دي هنضيف- معتمده، انت كده دي كده سمعه للشركه، طبيعي. للشركه وللمحاضر اللي معاك. المحاضر اللي معانا هنعمل سياسه جديده في سوق العمل شويه. احنا هنعمل كونكت مع الشركات اللي حضرتك قلت عليها، الشركات الكبيره، هنبدا نورد لهم افضل طلبه موجودين يتخرجوا من الكورس. كورس هيطلع توفر من لهم عندنا. فرص توظيف كويسه جدا. دي واحد. الحاجه الثانيه ممكن يشتغلوا معانا احنا معانا كمحاضرين. احنا. احنا عندنا حاليا مقر رئيسي وفي فرع، واحتمال ان شاء الله في احنا البلان الجديد بنحضر ان شاء الله. خليها مفاجاه. بالظبط كده، تمام؟ خليها مفاجاه. خليها انا كنت مفاجأة. انت قول كده برضه. يبقى مش هنقول كل حاجه لا كل مرة واحدة. بالظبط تمام؟ كده. خلي ما خفيه كان اعظم. تمام. فانا شايف ان المكاتب اللي بره ما بتقدمش المحتوى ده، بتقف على توتال. بالمناسبه انا سافرت السعوديه من 14 سنه، ما شفت السوكيا في السعوديه. كل الطريقه لايكا لايكا وتوب فيفا وتريمبل عايز اقول لك والله توبكم ما شفته. ده نادر يعني. طيب تعالى بقى نرجع هنا. سوكيا من 14 سنه لحد دلوقتي موجود. انت شغال. تمام. طيب هل السوق الخليجي زي السوق لا طبعا. المصري؟ لا. في الوقت اللي احنا فيه ده الداتا واحده، الاجهزه وطريقه مختلفه. الشغل واحده، بس الفنيات هي اللي بتختلف، وغير اختلاف كده المشروع بس.
انا بشوف ناس بتروح تدرب طالب، انت بتدرب طالب انت بتدرب طالب واخد منه فلوس على نفس في الجهاز. 2025 على جهاز من 15 سنه، هي دي بقى المشكله. طبيعي مش هيختلف. احنا لما عندنا يطلع بره الطريق مثلا احنا عندنا هيقابل اللايكا ايه ده؟ هيقابل احنا كده. عندنا هنوفر جي بي اس لايكا، هنوفر جي بي اس تريمبي، هنوفر توتال ستيشن لايكا وجي بي توب وجي بي اس توبكون. وارجع واقول لك كل الاجهزه دي ولا ليها علاقه بالكورس ولا ليها علاقه بالخبره اللي انت هتاخدها. لان قد ما الاجهزه انا عايزك هتحفظها تتعلم هتفهمها. داتا. انا ممكن اعلمك على كل الاجهزه، تطلع في الاخر تروح تلاقي جهاز تاني خالص. ده تفهمه خلاص. انت فهمت الميثود، هو فهمت سوفت الطريقه. وير بس تفهمه بس. هندسه الكونسيبت اللي انت هتشتغل عليه ان انا هتعامل على داتا، على لوحه، مش هتعامل على جهاز. انا وقفت في ترافيرس في وسط بودره ومش عارفين يصفروا زاويه، وانا اصغر واحد سنا واصغر واحد في البوزيشن، اصغر واحد على سنا الموقف ده واصغر واحد في البوزيشن. والله ركنت على جنب، ما تقدرش تتكلم. ما اقدرش وروني اللي سابني ومشي واللي ركب في العربيه قاعد في التكييف، وفي الاخر بمكالمه تليفون عرفوا يجيبوها وانا عارف الحل. بس انا رفعت ايدي عشان عايز في مره من المرات ما تعرضش للموقف ده. يبقى انا لازم اتعلم. بالظبط. الطالب اللي بيجي ياخد كورس عندنا فيرست ستيب، مش هنتكلم برضه في نظام الدفع، هنخليها مفاجاه لا احنا للطلبه. قلنا الطلبة هو شعارنا اف بي ال فيرست ستيب بروفيشنال ليدر. تمام. هو ده الهدف. انا وده شعارنا. بعد واحد يشتغل في سوق خليجي، السوق المصري. السوق الخليجي مصطلح التشيب فايل بقى منتشر جدا. انت لو دلوقتي رحت لاي واحد مساح خبره 15 20 سنه قول له يعني ايه شيب فايل مش هيعرف. مش كلهم يكونوا عارفينها لان مع ان الشيب فايل هو عباره عن كونكت ما بين الجلوبال مابر او هي اول ما انت بتعملها بس بتجمع لوح. بس كده. كلامك مظبوط، بتجمع لوح. انا كده كده هرسم كروكي، الكروكي ده بتحط في كليشه بتاعه المكتب بالظبط. بقى مخطط. خلصت المخطط بيقول لك اعمل له سيتنج اوت على الارث، الجوجل ايرث او جلوبال مابر. مظبوط. السيفل حل الموضوع ده خالص، طلع لك فايل كي ام زد او كي ام ال، فانت خلصت الموضوع. فانت خلاص انا بقى هخليك تجمع دول، بقى عندك حاجه اسمها شيب فايل. يبقى انا لما اطلع طالب من عندي اديله كورس اقول فيه ان انت اتعلمت فيه انشاءات بحساب كميات، اتعلمت فيه طرق بحساب كميات، اتعلمت فيه شبكات كهرباء وميه وانفرا كامله، مش دي شوف الدبلومه الشامله اللي تفاصيل. احنا حضرناها. الله يفتح عليك بحساب كميات. هتقول لي يعني اعلم الدبلومه ازاي دي يحسب دسمه مواسير جدا. يحسب مواسير. عايز واحد متفرغ لا مش طلعش يقول لك انا عايز ابدا. انا ما هديك شهاده مش هقول فيها ان تشهد شركه فيرست ستيب ان تمنح فلان الفلاني شهاده في دبلومه المساحه، لا. انا هكتب لك دبلومه المساحه كانت عباره عن ايه، اتعلمت امتياز ايه قد ايه بالظبط. وان شاء مش الله مش هنكتب مش هنكتب خطرت في بالي دلوقتي ان الطالب اللي هنديله مشروع عشان يعمله احنا هنخلي المشروع ده مسجل بحيث ان النتيجه بتاعته تظهر ياخدها مننا على سيديهايه لما يروح اي مكان يضيف فيه السي في بتاعه. لانه ما بيطلبوا خبره الخبره ما انت ما بيطلبوش. تعرفش بيها الا دلوقتي انا انت اول مره وحصلت دلوقتي. ما هو الافكار بتيجي مع الوقت. لا انا لما اكون طالب متخرج واروح اقعد في شركه واقول له انا اشتغلت في الحاجات دي واعمل لك مشروع، والمشروع ده اسجله لك على اللابتوب واديه لك في فلاشه وتروح تعرضه على اي مدير مشروع وانت شغال تقول له ده شغلي، ده شغلي، خلاص. انسى بقى انا المده بالظبط. انا وانسى التكلفه لاني انا لاحظت هنتكلم عنها بعدين، مش في الحلقه دي عشان خاطر الوقت وما نخشش في تفاصيل تكنيكال قوي. انا عن نفسي خلصت كلامي وشوف حضرتك. احنا ممكن نتكلم على الكورسات المتاحه عندنا. احنا دلوقتي عندنا كورس دبلومه المساحه الشامله، دي فيها حرفيا كل الاجهزه اللي ممكن تشتغل عليها، كل المشاريع اللي ممكن تشتغل عليها. عندنا كورس مكتب فني هندسه مساحه، كورس مكتب فني هندسه طرق، مكتب فني ركز في المكتب فني مش تصميم، مكتب فني معالجه داتا. عندنا بقى كورس مكتب فني الشامل لكل المشاريع اللي انت برضه ممكن تشتغل عليها. تمام. عندنا دبلومه الجايت اللي احنا حضرناها تمام وظبطنا كل حاجه فيها. ان شاء الله قريب جدا احنا بنحضر له برضه دلوقتي دبلومه تصميم الطرق، زائد معانا كام كورس كمان. انا عايز بس اسرد لحضرتك نقطه. احنا بالفعل معانا محاضرين في جي اس، بس احنا بنطمح للافضل. احنا عايزين نجيب حد ماجستير، حد يكون تخصصه احنا بالفعل سنه كبير في جي اس. بالفعل احنا لما عملنا اعلان
جالنا سيفيهات تقيله جدا انا ما توقعتش ان انا الاقيها اصلا. صحيح. انا لقيت من 5 سنين لقيت لحد 20 سنه خبره. ف 20 سنه خبره، فانت بغض النظر انت هتبص ل 20 سنه. بصيت انا على السي في سريعا، لا محتوى 20 سنه بدا الجي اس من لما كان ايه بالظبط. ودلوقتي وصل والنهارده الجي اس كل يوم بيتطور، داتا بيس. دلوقتي الجي اس كل شويه بيتطور كل شويه. يعني صحيح. الديسك توب النهارده ما بقاش الدعم اللي شغال ايه؟ الاونلاين والبرو. صحيح. ده اللي انت شغال عليه. تمام، دي الكورسات اللي متاحه عندنا. احنا بالفعل بنحضر، يعني دي اللي متاحه وشغالين عليها، لكن اللي بنحضر له كتير وكتير قوي كمان، لان احنا مش هدفنا 5 كورسات او 6 كورسات، لا احنا شركه تدريب والتدريب مهني وتاهيل لسوق العمل. صحيح. وتقديم المصري، السعودي، الكويتي، وتقديم افضل خدمه هندسيه ملموسه. بالظبط. انا هطلع من عندي واحد قبل ما يمشي هديله بروجكت يمسكه من اوله يقفله لي ويسلمني ريزلت ليه بجوده انا اشوفها كويسه. احنا زي ما قلنا احنا دي سمعه للشركه وسمعه للمحطه. طب الشركه لو الطلبه اللي هتطلع من عندنا هيتعمل لهم اكواد كود يوزر، بحيث ان هو يبقى ليه داتا بيز عندنا في الشركه في اي وقت يقدر يرجع لنا. اي وقت هياخد كورس فيه هيبقى ليه خصم تاني. ده حاجه كمان، في حاجه مهمه كمان نسيت اقول لك عليها، ان لو انت كبلال سجلت مثلا في كورس، اي كورس من الكورسات سجلت فيه، بيبقى ليك عرض اوفر على جميع الكورسات بتاخد خصم عليهم. صحيح. كونك ان انت بقيت انك جيت وشفت التجربه بتاعتنا صحيح عامله ازاي. صحيح. فانت بنفسك هتقيمنا في النهايه. الشباب اللي هياخدوا الدورات عندنا او الكورسات عندنا بعد ما يمشوا ليهم مطلق الاستفاده في اي وقت وفي اي مكان، ان هم لو احتاجوا اي معلومه مننا احنا حاضرين معاهم. دعم فني اللي هو في اثناء الكورس وبعد الكورس وفي اي وقت. وفي اي وقت دعم فني يحتاجوه. لو محتاجيننا احنا معاهم في السايت لاي معلومه واي حد مننا متواجد هيقدر ينزل معاه يفيدهم. احنا هنتعامل ان احنا اسره او عيله، او ان احنا خدنا منكم فلوس وادينا لكم خدمه وانتوا خدتوا راضيين عن الخدمه واحنا راضيين عن اللي احنا عملناه. لازم برضه احنا عايزين نوضح الكورسات اللي موجوده حاليا دي تخص مين او مفيده لمين او مين اللي يحتاج الكورس ده. الطلبه دي هتشمل الطلبه اللي لسه بيدرسوا، حلو، الطلبه اللي خلصوا دراسه، ماشي، الطلبه اللي بيطمحوا للسفر خارج مصر، الكليات بقى اللي هم يعني عندنا كليه هندسه، كليه هندسه، كليه اداب جغرافيا، جغرافيا، معاهد بصفه كامله، معاهد الخاصه والمعاهد الحكوميه. بالظبط كده. تمام. الدبلومات، احيانا الدبلومات اللي هي اساسا انا كنت بتعمل لما كنت معادلات. شغال في تأهيل الشباب لسوق العمل كان في مبادره كنت مسجل فيها واشتغلت فيها بالفعل. كنا قابلت ورحت السفاره وقعدنا مع السفيره. كانت دي هدفها. كنت في وزاره العمل برضو كنت بنزل بدرب ناس في مختلف التخصصات، ونزلنا مدارس بالفعل وقعدنا هناك مع المديرين هناك ان احنا عايزين نأهل الطالب اللي في المدرسه الصناعيه ده لسوق العمل بره. ايه اللي هيقابله بره؟ لان الطلبه في المدارس الصناعيه بيبقى فاكر نفسه ان هو خلاص كده مفيش تاني. انا بالمناسبه انا خريج مدرسه صناعيه، يعني انا كنت في مدرسه صناعيه قسم نظام الخمس سنين كانت 3 مدرسه 3 سنين. تمام. انت كونك طالب في مدرسه صناعيه ده ما يعيبكش. لا، يعيبك ايه؟ ان انت تحط في نفسك ان انت فاشل وان انت عايز توصل برضه. او هل انا لو كنت بصيت من زمان مثلا في 2018 بصيت على النهارده ان انا اقعد معاك القعده دي ونتكلم في الشغل ده، ما الموضوع بالنسبه لي انا هيكون صعب، ما كنتش هعمله. صح ولا لا؟ كان الموضوع بالنسبه لي هيكون بعيد. لكن لما خطوه ساعد. طب قبل 2018 انا كنت في دروب ووقفت 3 سنين فكنت عطلان وكنت فاكر نفسي فاشل. تمام. هي الموضوع بالسعي والاستمراريه. طيب مهندس محمد، بالنسبه للشهادات بتاعتنا، احنا شهاداتنا هتبقى ان شاء الله موثقه من داخل مصر. الشهاده هتكون معتمده من الشركه. تمام. دلوقتي المحاضر اللي شغال معانا مين؟ محاضر مسجل في النقابه. تمام. صح. امضه المحاضره على شهادتك. تمام. دي لوحدها اعتماد. ختم الشركه على امضه الشركه وختمها على شهادتك. صحيح. ده لوحده اعتماد. الشركه مسجله في هيئه الاستثمار، حضرتك تقدر تروح بشهادتك وتختمها. لو انت مسافر معاك شهاده تدريب من شركه فلانيه. صحيح.
في المجالات اللي احنا هنسردها لك المجالات دي كلها. صحيح. بالاضافه للمشروع اللي انت هتعمله معانا. يعني انت دلوقتي معاك توثيقات، لو انت مثلا دلوقتي اللي بتسال على التوثيقات، احنا معانا توثيقات كتير مختلفه. تمام. عندك توثيق المحاضر ده لوحده اعتماد. ما انا لما احط اسمي على شهاده، ما هو انا ده اسمي. اقول لحضرتك على حاجه، عارف المبدا، عارف اللي في اللي بيقول عادل الامام بتاع بلد بتاعت شهادات صحيح؟ نعم. بلد بتاعت شهادات صحيح. احنا كل اللي انت بتقوله دون عند اللي بيشوفنا او اللي هيشوفنا هيقول لك شغل ميديا، شغل صح. انا عايز المحصله ان اللي هيمشي النتيجه في النهايه تبقى عامله ازاي. اركن شهادتك على جنب، وانت قبل ما تطلع لو دخلت اي مشروع، شوف انت اي مرحله فيه انت هتعرف تبدا منها. سواء رحت واحد بيقول لك ابدا امسك مشروع جديد، يبقى انت عارف هتبدا تمسك ازاي، هتمسك نقط، هتجيب نقطك ازاي وهتشتغل عليها ازاي. طب رحت لقيت المشروع شغال، هيبقى هتكمل فيه ازاي. طب رحت لقيت المشروع خلصان وبيقول لك ارفع اسفلتات، هترفع اسفلتات ازاي. يبقى انت كل المراحل في كل المجالات، وباكد هنتكلم عن كل المصطلحات سواء في مصر مع المقاول مع الصنايعي، بره مصر مع المقاول مع الصنايعي مع المهندس. كل المصطلحات اللي ممكن تسمعها هتسمعها في الكورس. صحيح. لان اللي حضر الكورس من شخص خبره في مصر وشخص خبره في السوق السعودي. صحيح. فدمجنا الكورس ده بحيث انه يطلع باحسن صوره ممكنه. صحيح. احنا ان شاء الله في نقطه انتقاليه جديده قريبه جدا، ودي هتكون برضه مفاجاه. البوم بتاع دي حته ثانيه. دي حته ثانيه في مكان ثاني خالص. ده اللي يعني بجد هيثبت قد ايه احنا صادقين في كلامنا، وده ان شاء الله احنا بالفعل شغالين عليه. صحيح. انا في اي استفسار، في حاجه حابب حضرتك تضيفها لينا اثناء الحلقه واحنا بنتكلم، حاجه نسيتها؟ ده والله انا شايف ان احنا غطينا كل حاجه اتناقشنا فيها على مدار الفتره اللي فاتت كلها. احنا بقالنا قد ايه بنخطط للنقله دي انا وانت يا باشمهندس؟ ممكن من 6 شهور. من 6 شهور بنتكلم كل يوم في حضرتك ساعه. كنت بتخلص شغلك الساعه 6 7 بالليل ونقعد ساعتين انا فاكر المكالمه قعدت 3 ساعات بيني وبينك كتير، والخط نفسي بكلمك تاني فاكر 3 ساعات بنتكلم في التليفون بنحضر شغل. وكنا في الاخر بنوصل احنا عايزين يبقى عندنا قصور، واحنا وبالفعل الكلام حضرتك نادي الاجازه مصر 10 ايام، قابلنا يوم ظبطنا حاجات، النهارده ثاني يوم بنتقابل فيه حضرتك مسافر كمان يوم وخلاص. احنا تقريبا تاسيس الشركه مشينا في اجراءاته عشان نضيف للطلبه اللي هي عايزه. اخر كلامي ان شاء الله الطلبه اللي هتيجي عندنا قبل ما نراعي فيهم حته ان انا اخد منك فلوس، انا هراعي منك ان انا ادي لك خدمه. كمان الفلوس دي انت جايبها منين وجايبها ازاي؟ والخدمه دي انت هتحسها في المحاضرات، مش هتحسها انا هجيب لك الموقع لحد عندك. انا لو انا هنزلك سايت كل حاجه، انا هدعم لك كل الداتا اللي هتطلع لك في شكل صور وفي شكل مشروع وفي شكل سورس. غير ان انت هتنزل عملي، ده اكيد ده شيء بديهي جدا، ده اكيد عملي. بس انا عايز اوصل لك لما تنزل العملي وتشوف طبيعه الشغل ايه في الموقع، انا هكون وصلتك ل 30 40 70% من المشروع وجبته لك لحد عندك، وريتك شكل الحاجه لما تنزل تلاقيها. صح. ختاما ان شاء الله فيرست ستيب هتبقى الفتره اللي جايه في حته ثانيه خالص، اكيد بمجهود المهندس محمد، وان شاء الله المحاضرين اللي هيبقوا معانا هيبقوا صفوه من المحاضرين. طبعا احنا قدام مننا كتير، يعني معانا محاضرين كتير بس احنا بنختار. معانا ناس هتدي كورسات بس احنا برضو بنختار وبنفاضل ما بينهم. والطلبه اللي هتيجي تاخد عندنا الكورس قبل ما تقول فيا الكويس، انا عايزك تقول ايه اللي احنا قصرنا معاك فيه بالظبط عشان نصحح من مسارنا، وده مش عيب. لو انت هديت لي خطأي يبقى كده انت فدتني. وقبل ما تمشي انت هتكون اخر مبلغ انت بتدفعه في الكورس، انت هتكون خلاص استفدت. وانت ماشي بتدفع اخر جنيه بس كده. النهايه ان شاء الله انا احب اشكر الباشمهندس بلال، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم في الرؤيه الجديده لشركتنا FBL. شكرا.